مساء الخير جميعا حبايبي الغاليين. نتمنى هكذا من قلبي تكونوا بصحة والهنا وراحة البال، وراكم كامل ملاح يا ربي العزيز في هذه الأيام المباركة. يا رب بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. معكم قناة ليمن أستاغس. إذا جبت لكم هذه الأمسية ليمن فيديو جديد، وإن شاء الله راح يعجب الكثير من المشاهدين الكرام. جبت لكم هكذا بمشروع مربح في هذا رمضان إن شاء الله. هكذا هكذا ان بسكوي دي بسكوي، هكذا دي بيتي فور، هكذا هايل اقتصادي بنكهة الفراولة. من فضلكم ما تنسونيش فقط في اللايكات والإعجاب بالفيديو كي يطلع لا فيديو، وبارتاجيو لا فيديو. يلا نبداو الوصفة. لهنا عندي كأس من الزبدة الذايبة، وعندي لهنا نصف كأس من السكر غلاس، وعندي بيضة وقرصة تاع الملح. إذا لهنا نباتي بالباتور، ونزيد ربع من الزيت. لهنا ناخذو يعني كامل راح هكذا حتى يولي لنا الخليط بيان كريمي. لهنا نزيدو ملعقة من لا كونفيتور المشمش او معجون المشمش باش نحن هكذاك ريحة البيض وتجينا قرمشة. ولهنا نزيدو كأس من نشا او لا مايزينة او نشا الذرة. لهنا نشا تعطي لها يعني تعطي لها كومون ديغاج تجي كروستيونت. لهنا نروحو للدقيق. شوفوا لاباط هذه نحتاجوها رطبة جدا. نديرو الكأس الأول اللي يرفد 220 مليلتر، ونزيدو ملعقة صغيرة من البيكين باودر. لهنا نبدأ ندير باليد هكذا، نجمع العجين حتى تولي لي هكذا يعني رطبة. عدت لي حوالي فقط كأس وربع. لازم تلتصق هذا في اليد، لانها تلوق نديروها بلا في لابوش اتو. هنا الفرن شعلته بيان سور 180 درجه الافونس. نجيبوا البلاطو تاعنا يا حباباتي، نبداو هكذا نديروها في لابوش اتو، ونبدا نديرو يا حباباتي في لي غوزاز تاعنا. عبالكم هاد الحلوه هايله. ولهنا ضفت لها عطر الفراوله، او تحبي ديري عطر الفانيلا. نكتب لكم المقادير في صندوق الوصف بحول الله. صدقوني اللي تحب هكذا دير مشروع في هذا رمضان، مشروع المقاهي، يعني مشروع مربح بحول الله. شوفوا لهنا اطيبوها، شوفوا كيفاش جات موحد، يعني طيبتها محمر الله بالطبع، جات هايله. والريحه تاع لافاني ولا لا فريز جات ولا اروع. هاد لي غزاز فقط ديروها شعلوها من تحت، يعني طيب لكم من تحت ومن فوق تاني باش تجيكم مقرمشه. واش نقول لكم كروستيانت يا البنات، راح تعجب لكم اكيد، ما فيهاش بزاف السكر. يلا لقى عندي لهنا الكاوكاو المحمص بقشورو اللي رحيته هكذا. ولهنا عندي لا كونفيتور، ونبدا يا حبيباتي نغمس هكذا النص تاع الحبه في لا كونفيتور، ونديرها في الكاوكاو المحمص. لهنا ما تقيديش كيما انايا، تقدري تبدلي لا كونفيتور بالشوكولا، تقدري ديري بيستاش، تقدري ديري اي مكسرات عندك. لكن كما على بالكم الكاوكاو المحمص مع لا كونفيتور مع المعجون يتماشاو تخبيه ويعطيو يا حبيباتي واحد البنه. واش نقولكم، ديروها تجربوها. هذا البسكوي السريع الرائع يعني المحمص هكذا هكذا راح يعجبكم اكيد ببيضه واحده فقط. وتدعوا لي عليه. ما تنسونيش فقط في هذاك الجام من فضلكم، وبارطاجيو لا فيديو، وتاني ابوني واشتركوا في القناه من فضلكم، ليس امرا. لهنا شوفوا كيفاش ندير. انا نوعت، كاينين اللي درتهم هكذا في الوسط، كاينين اللي درتهم هكذا في الوسط بلا كونفيتور، كاينين اللي درتهم نص. لهنا كيما تحبي تشكلي الحبات تاعك.
صدقوني كما قلت لكم مشروع يعني هاد الحلوى تخرج لك بزاف من الحبات يا حبيبتي، وهكذا مع الشاي مع القهوة توالم كل المشروبات تاعنا، وسريعة واقتصادية وخفيفة، وهكذا تجربوها غير بكأس من الزبدة وكأس من سكر جلاس وبيضة وكأس من الشاي، راح تحصلي على أروع حلوى أو بيتي فور هكذا سريع، يعني في هذا رمضان أو بوكوا في الأعياد تاعنا. وحنا كامل ما نحبوش بزاف الحلاوة، هذه ماشي حلوة بزاف يعني من داك نقص الحلاوة، خاصة في شهر رمضان المبارك لازم يكون هكذا توازن في الأكل، هكذا ليكيباسيون يعني هكذا باش واحد يعني يتفادى الأمراض. وتاني شربوا بزاف الماء، وما تاكلوش بزاف الحلاوة، وما تاكلوش بزاف تاني الأملاح، يعني الملح هكذا واحد هكذا باش يكون هكذا متوازن يعني إن شاء الله في هذا رمضان المبارك. شوفوا هاد الحلوى كيفاش جات لي كروستيانت بنينه هايله، غير تجربوها مع ليمن غير الجديد وغير حاجه تفرحكم بحول الله. يلا نتلقاو في فيديو اخر بحول الله، تحليه او حلوى او جوله او فلوج او مقبله او اكله، ما على باليش اللي كتب ربي. يلا نقولكم في امان الله، وان شاء الله تصبحوا بخير على خير. شهدكم في الخير والجنة مع هذا الحلوة الرائعة بعد قناة ليمن استأخذ. احتراماتي والتقدير لكل أحبائي